بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل يوم بنفتح القرآن متأملين متدبرين باحثين عن رسالة من الله. ربنا بيقول في القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. البشر الطبيعي ما يستحملش تنزل القرآن على قلبه. انت ساعات تصلي ورا إمام صوته حلو فتطلع من الصلاة حاسس بالسكون، حصل لك وجد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالعلماء بيقولوا الأنوار توهن العظم. ساعات كنا نخلص الصلاة التراويح ويكون مننا اللي بكى ومننا اللي خشع، فنطلع بره تحس مش عايز حد يتكلم معايا دلوقتي، عايز احتفظ بهذا الإحساس الجميل القوي اللي في القلب، وانت سامعه بس من مجرد شيخ مخلص صوته حلو. فما ظنك لو نزل عليك القرآن من ربنا نفسه؟ فكان لازم قلب قوي موصول منور يستقبل القرآن من ربنا ثم ييسر لينا. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين. وقال ربنا: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. كل الآيات دي ثناء ومدح من ربنا في القرآن في رسول الله، والآيات دي هي قطرة من فيض كبير من عشرات بل مئات الآيات اللي ربنا بيمدح فيها النبي في القرآن. وكأن هذا القرآن كله خطاب لرسول الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحكي قصص الأنبياء في سورة هود يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. آيات كثيرة عن من هو رسول الله بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. فاللي عايز يعرف النبي، اللي عايز يفهم النبي، اللي عايز يقرب من النبي، اللي عايز يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ رسالة النهاردة من الله عن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المتتبع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى الكريم هتلاقي ربنا اتكلم عن سيدنا رسول الله كلام المحب عن حبيبه. وقبل ما أقول لك ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إيه في حقوق النبي علينا، تعالوا مع بعض نتتبع بعض الآيات وربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف قدر النبي عند ربنا. فلما تعرف قدر سيدنا رسول الله عند الله عز وجل يحصل حالة كده من التقديس لهذا النبي العظيم. في بداية الصور اللي نزلت على سيدنا محمد هي سورة المزمل اللي في الجزء 29. وهذه السورة ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب فيها النبي، بيقول له: يا محمد صلي كتير، حيث فرض على النبي قيام الليل حتى تزيد الوصلة الروحانية بين روح النبي صلى الله عليه وسلم وربه الكريم، ليستطيع أن يتحمل مشاق الدعوة في السنين اللي جاية. لكن شوف الخطاب الرباني الجميل، قال: يا أيها المزمل. فاكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، دفوني، يعني بعد المشهد المهيب بتاع رؤيته لجبريل. فقال له: يا مزمل، يا أيها المزمل،
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه حسب قدرتك ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. الليل الإنسان بيشعر بشجون الوصل مع الله، حيث أن كل الناس نايمين فبيكون في خلوة مع الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. كلام الحبيب لمحبوبه وهو بيقول له قم الليل كل يوم، استمد من أنوار المسؤولية كبيرة، في تشجيع ودعم من رب العالمين لنفسية النبي الكاملة صلى الله عليه وسلم أن يبدأ رحلته في الدعوة بالوصل مع الخالق الكبير الكريم. ولما بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلم الناس عن ربنا، فإذا بناس تستجيب وناس تتردد وناس يبقى رد فعلهم غير متوقع مع شخصية النبي الكاملة الكريمة. فاللي سخر، واللي حاول يؤذي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واللي فعلا أذى سيدنا النبي في بدنه الشريف، واللي تآمر على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا النبي الشعور اللي كان جواه تجاه الخلق كان حزن مش منهم، حزن عليهم. النبي ربنا أطلعه على جمال الجنة وربنا عرفه بيه، فكان عنده إقبال شديد إن الناس تذوق مما ذاق منه رسول الله عليه الصلاة والسلام من جمال الوصل مع ربنا. فلما كان حد يكذب النبي كان سيدنا النبي يحزن عليه، لدرجة إن ربنا قال له عشان يسري عنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد نحن نرى الحب الذي كفى البشرية كلهم، فيا محمد هدايتهم علي وإنت عليك البلاغ فقط. وكان يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تخيل لما رب يبعت نبي يكلم ناس عنه فيقول لهم مشكلتهم مش معاك، أنت مصدق. ده أبو جهل بيقول كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، إحنا أطعمنا وهم أطعموا وإحنا سقينا وهم سقوا، فقالوا منا نبي، ده شرف مش عندنا، فأنا لنا هذا، لا أصدقه ولو كان نبيا. يا محمد هم مش مكذبينك، أنت صادق. مشكلتهم معايا أنا، مشكلتهم إن هم مش عايزين يسمعوا كلامي أنا ويحسوا إنه في إله مشرع يتحكم في أهوائهم ورغباتهم، فإنهم لا يكذبونك. وكان ربنا سبحانه وتعالى يشوف حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناس مصدقين النبي لكن شايفين إن الدين هيكون فيه قيود، فيقولوا له ما يقدروش يقولوا له احنا مصدقينك بس عايزين نشرب خمرة، أو مصدقينك بس عايزين ما نقعدش مع الغلابة في الجامع كده متساويين أمام ربنا وإحنا كبارات القوم، ما يقولوش كده فيكذبوه. فربنا يقول لسيدنا النبي برضو كأن الكلام فيه طبطبة على قلب النبي، قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك يا محمد على ناس رافضني أنا ومصدقينك، لأنك أنت سمعتك عنهم ومصداقيتك كبيرة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كلام من ربنا في القرآن دايما يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ختمت هذه التسرية بالآية الجميلة اللي المسلمين حفظوها في سورة الكهف، لما ربنا قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد أنت هتهلك نفسك وراهم أسفا عشان مش مؤمنين. يا محمد هذا ليس مطلوب منك يا سيدنا رسول الله، إن عليك إلا البلاغ. وكأن ربنا بيحكي للأكوان أنا أرسلت رسول عشان يهديكم، فكان جواه طاقة حب ما خطرت على قلب بشر، فكان ربنا يقول له يا محمد هون على نفسك. هذا هو رسول الله عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك
ربك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مشايخنا علمونا إن ربنا سبحانه وتعالى لما عاتب النبي في القرآن ما كانش بيعتب على النبي، كان بيعتب للنبي عليه الصلاة والسلام. علمونا إن العتاب نوعين، لما واحد يقصر يتعاتب، ولما واحد يكلف نفسه زيادة عن اللي مطلوب منه يتعاتب ليه. زي ما تخش على ابنك اللي سهران، وده كلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، تخش على ابنك اللي سهران طول الليل بيذاكر فتقول له يا ابني خش نام، حرام عليك نفسك، ما تحملش نفسك فوق طاقتك، فكأنك بتثني على مجهوده في صورة عتاب. وقالوا فهمنا منين ان عتابات ربنا في القرآن لرسول الله وليست عليه؟ قال لك ان دايما سيدنا النبي كان بيختار الأصعب، واللي بيختار الأصعب ده كناية عن الإخلاص في المهمة. يعني العتاب الشهير لما سيدنا عبد الله بن أم مكتوم جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له علمني مما علمك الله، جه جاهز على الإيمان على طول. سيدنا النبي وقتها كان واقف مع كبار مشركي قريش بيكلمهم عن ربنا وكانوا مشدودين ليه، وابن أم مكتوم عبد ضرير من فقراء القوم. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جه ابن أم مكتوم فضل يتكلم معاهم لأن هم كانوا خلاص هيسلموا، ولو أسلموا الناس مش هتتعذب وحاجات كتير خير هتحصل للمسلمين. فربنا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، جاي جاهز. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، عالجاهز تمام كلمة يسلم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فكان العتاب من الله ليس على النبي، إنما بيقول له يا محمد أنت اخترت الأصعب وده جاي لك جاهز، ودول لو ما كانوش أسلموا لن تسأل وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، في إشارة لله سبحانه وتعالى في رسالته عن النبي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل المسؤولية. يعني أنا ساعات ألفاظي ما بتسعفنيش في الشكرانية في سيدنا النبي والثناء على رسول الله، وربنا اللي يعرف كيف يثني على نبيه. والعتاب الثاني اللي في سورة التوبة لما جه بعض المنافقين علشان يعتذروا لسيدنا النبي، مش هنقدر نخرج معاك في غزوة تبوك لأن المشي كان 1000 كيلو. فسيدنا النبي قال لهم طب خلاص ربنا يغفر لكم وسابهم. فقال له رب العالمين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم، خلاص ما تخرجوش معانا، وربنا بيقول له كنت تقول لهم اخرجوا عشان يتفتحوا، لأنك لما تقول لهم لا لازم تطلعوا برضه هيهربوا، فيبان المنافقين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم تعامل الرحيم المحب، خلاص يعفو عن ظواهرهم ويكل السر إلى الله، لو كذابين بقى ربنا يعرف. فربنا حتى وهو بيقول له كانوا هيتفتحوا كنت قلت لهم لا لازم تخرجوا معانا، الأول في العتاب قدم بالحب فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عشان الدنيا كلها الأكوان تعرف كلها مقام سيدنا النبي الذي أفنى حياته ولسه في الآخر هيكمل معانا حبا في هدايتنا. بين ثنايا القرآن ربنا بيحكي لنا مشهد حب في قصة لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب الراقي الرقيق اللي كان بيحمل لربنا سبحانه وتعالى حب لا يضاهيه حب. القصة حصلت بعد عام الحزن اللي مات فيها أبو طالب، اللي كان بيساعد النبي وينصره، واللي كان بيقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وفعلا مات أبو طالب، وتموت كمان شقيقة الروح ورفيقة الحياة السيدة خديجة صاحبة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأواه في هذه الحياة. مش بس كده، ده يروح الطائف علشان يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى فيكذبوه ويطردوه، ويرجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينام
ولا يعلم ما في قلبه إلا الله، ليستدعيه ربنا سبحانه وتعالى سيده وراحمه حتى تشرف السماء بأن تطأها أقدام سيد الأولين والآخرين. ويحكي ربنا سبحانه وتعالى قصة رحلة الحب، رحلة المعراج، بالدفاع الأول عن سيدنا رسول الله، فيقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل كلام هذا الرسول اللي بين إيديكم ما هو إلا كلامي في الرضا والغضب والفرح والحزن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل. وبعدين يحكي ربنا سبحانه وتعالى مشهدين من مشاهد الحب حصلوا في السماء، يجعل الإنسان يدرك قد إيه ربنا بيحب النبي وقد إيه النبي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذو مرة فاستوى، بيتكلم عن قوة جبريل، وهو بالأفق الأعلى سيدنا محمد، ثم دنا فتدلى، يعني اقترب، فكان قاب قوسين أو أدنى. وده تعبير في اللغة العربية يدل على شدة القرب، قرب المكانة وليس قرب المكان. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى هو قال إيه للنبي، كشأن المحبين والمحبوبين بينهم أسرار. لعل سيدنا النبي لما شاف ربنا يوم المعراج قال له: يا رب جبر خاطري إن كل أمتي تخش الجنة. لعل سيدنا النبي لما شاف ربنا يوم المعراج قال له: يا رب رضايا إن أهل الكبائر تنولهم شفاعتي يوم القيامة، وهيحصل. لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شاف ربنا قال له: يا رب في ناس هتخش النار، لو سمحت هب لي هؤلاء الناس، وهيحصل وهنشوفها يوم القيامة. لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ربنا طلب منه إن هذه المقامات الراقية في عالم المعاني إن ربنا يدوق أتباعه وأحبابه بعض مما ذاق رسول الله، وحصل. ثم يصف رب العالمين مشهد آخر يظهر فيه الحب الذي امتلأ به قلب سيدنا رسول الله تجاه الله. ربنا بيقول: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني شاف سيدنا جبريل مرة تانية على حقيقته. أول مرة النبي يشوف سيدنا جبريل في صورته الملائكية 600 جناح يسد السماء كان يوم الوحي اقرأ، ودي تاني مرة. كل مرة كان بيشوفه في صورة رجل، المرة دي يفرد جبريل جناحاته والنبي يشوفه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، شجرة نبأ تنبت بجوار العرش. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وتظهر الجنة للنبي. إذ يغشى السدرة ما يغشى، بدأ تظهر ألوان لم تخطر على قلب بشر في هذه السدرة. مع هذا المشهد جبريل على حقيقته، وعرش الرحمن، وسدرة المنتهى، وجنة المأوى، ربك يقول: ما زاغ البصر وما طغى، مع أنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم تبهره هذه المخلوقات والموجودات على عظيم خلقتها، إنما كان متوجه لربنا سبحانه وتعالى، ولم يزغ بصر النبي الشريف ولم يتحول إلا عن الإقبال على وجهته الأولى وهو سيده ومولاه. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأهل السماء: لهذا أحببت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا أحببت نبيي وحبيبي. هي دي الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هي دي النفس اللي ربنا قال لها: وإنك لعلى خلق عظيم. هو ده هذا الإنسان المكرم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا في الحديث القدسي قال له: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فلا تبكي. وينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى ربه ورأى الآيات الكبيرة التي تثبته في رحلة الدعوة إلى أن يلقى الله مرة أخرى، وقدام عينيه كلمة ربنا الرقيقة في القرآن: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. رسالة من الله، رسالة من الله. هو الذي يصلي عليكم
كان بالمؤمنين رحيما. لو تتبعت رسالة ربنا سبحانه وتعالى في كلامه في القرآن عن رسول الله، هتلاقي ربنا حب إن هو يخلي مقام النبي صلى الله عليه وسلم واضح أوي في قلوبنا، أنه الإنسان الكامل الأول في الحياة، اللي في أي مجال من حياتك كده محتاج إنك تعرف فين الطريق الصح، تشوف النبي عمل إيه في المشهد ده. وقد جمع كما قال العلماء، جمع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كل المشاهد التي يحتاجها الرجال والنساء في كل حياتهم، كبار أو صغار، وخدوها من كلمة الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا ليه حسنة؟ قالوا بسبب الشمول والتيسير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل المواقف الشاملة التي تتوقع أو لا تتوقع أن تمر بيها، هتلاقي للنبي عليه الصلاة والسلام فيها موقف، فعل أو قول، أو شاف حاجة فعلق عليها، فتفهم النبي يحبك تعمل إيه في المشهد ده، في الشغل، في العلاقات، في الحب، في الخناق، في الانبساط، أي حاجة. وأسوة حسنة بسبب إن النبي دايما كان بيختار الأيسر حتى يحيا الناس، مفيش اصطدام بينهم وبين الشريعة، إنك تعيش بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس مش لأي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إنه ينجو ويأتي مع رسول الله في اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بس علشان تشعر بالاطمئنان تجاه سيدنا النبي، ربنا ساعات كان يتكلم على قلب النبي في القرآن. ففي ختام سورة التوبة ربنا بعت رسالة جميلة للمؤمنين عن النبي، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، ما قالش داعي عليهم، قال فإن تولوا، لو مش عايزين يمشوا وراك، فإن تولوا فقل حسبي الله، ماليش غير ربنا، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم أنت حتة منه، أنا منكم وأنتم مني. عشان كده ربنا بيقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. كل الأنبياء ربنا قال: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، ويجي عند سيدنا محمد ويقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بصمته فينا تحس إن إحنا حتة من النبي وهو حتة مننا عليه الصلاة والسلام. فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لما إحنا بنتعب في الدنيا وبنشقى وبنقابل تحديات، بيبقى عزيز على النبي قوي عليه الصلاة والسلام. ولما بنرفض كلام ربنا وبنعرض وقلبنا بيأسى، بيبقى عزيز قوي على النبي، عزيز عليه ما عنتم. حتى روى الإمام البزار الحديث اللي فيه تحس إن العلاقة لن تنقطع، ولا دنيا ولا برزخ ولا آخرة، مع سيدنا النبي. يوم ما قال: تعرض علي أعمالكم يوم الخميس، فما وجدت من خير أحمد الله لكم، وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. مش بس كده، ده سيدنا النبي قال للصحابة من كتر ما هو بيحبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كده في علاقة دائمة، قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم. قالوا: يا رسول الله، طب حياتك وانت معانا، طب ازاي مماتك خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. قالوا: كيف تعرض عليك أعمالنا وقد أرمت؟ مش انت الأرض هتاكل حضرتك يعني؟ قال: لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فلما تعرف المعلومات دي عن سيدنا النبي والوصلة الروحانية القوية والاهتمام المستمر دنيا وبرزخ وآخرة بينا، تطمن وتفهم كلمة سيدنا علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. زمان درجة الحرارة 60 في الجزيرة العربية في الصحراء، المية الباردة دي حياة بالنسبة لهم. أهو رؤية النبي أو سماع النبي كان أحب إليهم من الماء البارد على الظمأ. في المدارس المختلفة في الكوتشنج في يعني أسامي مختلفة اللي أنا هقوله لحضرتك ده. احنا في مدرستنا بنسميه المينينج والبينج والباث. يعني إيه؟ يعني الواحد لما يجي يتغير بيبقى فيه 3 حاجات بنفكر فيهم، أو واحد عاوزين نساعده على التغيير. المينينج أو المعنى أو القيمة اللي عاوز يوصل لها، أنا عاوز أروح فين؟ وبعدين أنا مين النهاردة؟ إيه مهاراتي؟ إيه عاداتي؟ إيه طريقة حياتي؟ إيه السيستم والنظام اللي حواليا عشان أقدر أعرف من هنا لهنا هتغير إزاي؟ وتالت حاجة المنطقية هي إيه؟ الباث أو الطريق.
ازاي امشي من هنا لهنا عشان اوصل للتغيير. بيتبقى بعد كده في العلوم التنمويه حاجه اسمها ازاي. الباث ده انا عارف خلاص، عارف الطريق، عندي خطه، اعمل الخطه دي ازاي. في علم اسمه علم الموديلنج او دراسه النجاح. فلما يجي حضرتك عاوز تلعب كوره كويس، بتروح تصاحب الناس اللي بتلعب كوره، وبتشتغل مع مدرب كويس، وبتشترك في فريق بتاع كوره، فتبتدي تقلد الناس او تتعلم من الناس المهارات دي. بيبقى اسمه نموذج او حد اللي هو رول موديل، القدوه. وبيقولوا في علم الموديلنج ده ان انت لو جبت حد ناجح في حاجه معينه ومشيت بطريقته واتكلمت بطريقته وفكرت بطريقته ونفذت اللي انت عاوز تنفذه بنفس الطريقه دي، فانت غالبا هتقدر تعمل البراكتس المظبوط او التجارب المظبوطه انها توصلك للنجاح اللي انت شايفه فيه قدوه. ولله المثل الاعلى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم والسنه، مفيش حاجه الواحد مهما سبحان الله درس مفيش حاجه متسابه. فلو عاوز لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فعندك القدوه موجوده، والقدوه دي مغطيه كل النواحي، مغطيه ازاي اعيش، ازاي اكل، ازاي اشرب، ازاي اتجوز، ازاي امشي، ازاي البس، ازاي اصلي، وازاي اتعبد. طبعا ده مفروغ منه، بس كمان طريقه الحياه. فمن هنا ينشا الموديل جاي لنا هديه، اللي هو النموذج او ازاي الموديلنج بتاع النجاح في الهدف اللي انا عاوز اوصل له موجود اهو. انت بس قلد، بس طبق، بس امشي ورا النموذج ده، فنبقى حققنا في الدنيا وان شاء الله بالنسبه لنا في الاخره ان شاء الله الحاجه اللي العلم النهارده بيحاول يتكلم عليها وبيحاول يوصلنا ليها. اعمل موديلنج، نقي عايز تروح فين، انت فين النهارده، واخلق الخطه وقلد حد، امشي ورا قدوه. وفي رسالة ربنا سبحانه وتعالى عن رسول الله في القرآن، عشان يتأصل معنى حب الاتباع وحب سماع كلام النبي والبحث عن آراء النبي وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي كلها وحي من ربنا في مختلف جوانب الحياة، أراد ربنا أنه يرسخ الطمأنينة تجاه أفعال وأقوال النبي في نفوس الموحدين. فتلاقي ربنا في القرآن يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. شوف لما رب العالمين يقول النبي أولى بنفسك منك. فابن عباس الإمام الكبير الصحابي يقول: نعم، إذا دعاهم رسول الله إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء استجابوا لرسول الله. ليه يا سيدنا ابن عباس؟ لأن النبي أعلم بأنفسهم منهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فاهم اللي جواك أكتر ما أنت فاهم نفسك، وعارف اللي يصلحك أكتر. فلما سيدنا النبي يقول يمين، هم عارفين إن هو ده الصح. ولما الصحابة تربوا على كده وربوا التابعين على كده، حصل حالة من الحنين في قلوب الأجيال اللي جت بعد سيدنا النبي. كان نفسنا قوي نعيش معاك، لدرجة أن سيدنا مالك بن أنس صاحب المذهب كان إذا تكلم عن رسول الله تخشع وانحنى. فيقولوا له: أنت بتعمل كده ليه وأنت بتتكلم في أي فرع من فروع الدين بتبقى بتتكلم بانطلاق؟ أول ما سيرة النبي تيجي يحصل عندك حالة من الخشوع كده تجاه هذا الإنسان الكامل العظيم. يقول: لو رأيتم ما رأيت لعلمتم ما بي، والله لقد رأيت محمد بن المنكدر، ده شيخ الإمام مالك وتلميذ الصحابة، لقد رأيت محمد بن المنكدر إذا ذكر رسول الله أمامه بكى حتى نرحمه. يبكي بكاء الشوق، بكاء اللهفة للرؤية، بكاء التمني إن يا لو كنت أنا عايش معاه وكنت بصلي وراه وكان يطلب مني حاجة واجري زي ما كان الصحابة بيجروا ويعملوها. وانت عارف الوصلة الروحانية دي جت من آية في كتاب الله في رسالته عن رسول الله، آية تمس القلب وتحس إن فيها عتاب كده لكل واحد اختار اختيار غير اختيار النبي في أي جانب من جوانب الحياة. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إن واحد مننا يبخل بنفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف إن أعمالنا هيشوفها النبي، وسيدنا النبي يفرح لو شاف حسنة، وأبخل عليه بلحظة قراءته في كتابي الحسنة، أو عمل صالح، أو طبطب على أو ركعتين بالليل، أو فجر يتصلى، أو غض البصر عن المحارم، أو صدق في وقت لا ينجيني إلا الكذب، وسيدنا النبي يقرأ. والواحد يرغب بنفسه كده عن
تفريح نفسية النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. القرآن في خطاب ربنا عن سيدنا رسول الله مفعم بالحنان والحب والتقدير والتعظيم لهذا الإنسان الكامل. صلوا على الهادي الأمين، نور القلوب المؤمنين، اللي بهداه ربه اصطفاه رحمة ونور للعالمين. صلوا عليه مع ربنا وملايكته، واهتدوا بيه وامشوا في طريقه وسكته، واقروا في سيرته ورحلته، واملوا القلوب بمحبته، تصفى الحياة وتفتح البساتين. صلوا على سيدنا النبي العدنان، اللي في محاسنه بيوصف القرآن، وصف الرحيم في كتاب كريم لصاحب الخلق العظيم. صلوا عليه تفوزوا دنيا ودين. حاجة أخيرة عايز أفضفض بيها مع حضراتكم فيما فهمت من رسالة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عن رسول الله. في العصور اللي احنا فيها ناس كتير ما بقتش مطمنة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا مش هتكلم كلام علمي عن حجية السنة، أنا هتكلم كلام حد جرب. أنا ناشئ في أوساط تشبه أوساط كتير من الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، وبحاول أتعلم علوم شرقية وعلوم غربية، وبشغل عقلي وأحب إن يبقى في تناسق في الكلام اللي يتعرض عليا. بعد ده كله بس عندي جانب في حياتي في طلب العلم تحت أرجل المشايخ في دراسة القرآن والسنة معاهم. وأنا بقول للشباب والبنات اللي بيسمعوني: عايزكم تطمنوا. يوم ما ربنا قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الله كان بيتكلم وقتها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا إن تفسير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا الذكر هو الوحي، القرآن والسنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي آية في القرآن بتقول إن السنة هي الذكر. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي حاجة نزلت ليك عشان تشرح بيها اللي نزل عليك. وأنزلنا إليك الذكر أي وحي السنة لتشرح للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فالقرآن يجي فيه أوامر مجملة عامة وتيجي السنة تفصلها. القرآن يجي فيه بعض الفرائض: كتب عليكم الصيام، وتيجي السنة تفهمنا الصيام ازاي الإنسان يصوم ولو نسي يعمل ايه. وأشياء كثيرة في الفرائض والأركان غير مشروحة في القرآن، إنما مشروحة في الوحي وهو السنة، زي ما القرآن وحي كما تعلمون. فاطمنوا، اطمنوا إلى صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اطمن، ليس هناك تعارض ما بين الأحاديث الصحيحة وكلام ربنا سبحانه وتعالى. ومهم جدا انك انت لما تسمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو انت هتعمل برسالة ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لو سمعت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ممكن تكون بيتعارض مع عقلك، الحديث ده فيه حاجة أنا حاسس إن فيه كلام لا مش ماشي مع الشريعة، توقف، بالذات لو انت مش متخصص، وروح اسأل حد عالم. زي ما انت عندك محامي بتلجأ له ومحاسب مش عارف بيعمل لك ايه في الشركة بتاعتك، وعندك دكتور بيعالجك، روحك وعلاقتها بالنبي لازم شيخ عالم متخصص تقول له: الحديث ده لما انا قريته حسست ان في حاجة مش ماشية مع اللي اتعلمناه في القرآن. يمكن يفك لك الإشكالية اللي عندك فتطمن أكتر، لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام مفعم بالإنسانية والجمال ومقاصد الشريعة اللي نزلت في القرآن وفي سنة سيدنا النبي. فاطمنوا يا جماعة،
اطمنوا، ما تخافش من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واطمن إن العلماء فرزوا الضعيف من الصحيح، بس اسأل وقول يا فلان من العلماء اشرح لي، لأن الكلام ده مشككني في بعض الحاجات. وخلي عندك جرأة بأدب أن تسأل فيما شككت فيه. ومش هنسى يوم ما عروة بن مسعود راح لسيدنا النبي وكان وقتها مشرك، راح لسيدنا النبي عشان يتكلم معاه في صلح الحديبية، رجع هو بيقول إيه ده؟ بيكلم المشركين، قال لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي ملوك العالم، ملوك الروم والفرس والحبشة، فما وجدت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يحب أصحاب محمد محمدا، والله لو تكلم سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، ولقد توضأ فما سقطت منه قطرة على الأرض، وما كانوا يحدون النظر إليه إجلالا له. دي كانت مشاعر الصحابة تجاه النبي الكامل. فاطمن لسيدنا النبي، وعيش مع سيدنا النبي، واقرأ عن سيدنا النبي، واطمن أن الله عز وجل قد حفظ السنة بالعلماء كما حفظ القرآن. وربنا ياخد بإيدينا ويملأ قلوبنا بحب النبي، لأن الراجل كان بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأتركك فأذكرك، صلي معاك العشاء ونروح لسه على الفجر 7-8 ساعات، فأشتاق إليك فأذكر أني قد لا أراك يوم القيامة. ما أنت هتروح في حتة وإحنا في حتة. فسكت النبي ونزل القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن بحبك لسيدنا النبي وطاعتك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تيجي في المقام اللي ما حلمتش بيه، اللي الصحابة ما كانوش يتصوروا. قال لهم لأ. ويخش الراجل على سيدنا النبي يقول له: يا رسول الله، أنا مش بصلي كتير ومش بصوم كتير، يمكن بصوم الفرائض وبصلي الفرائض، بس ما عنديش عبادات تتكتب في الكتب، بس بحبك وبحب ربنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذه البشرى، وإني، سيدنا أنس بيقول، لا أحب النبي وأحب أبو بكر وعمر، وإني لأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. كانوا فاهمين كلام ربنا، وإزاي النبي هو صاحب المقام الأكبر من الخلق في قلوب العالمين، وده اللي ربنا أراده في رسالته عن رسول الله. فاللهم صل وسلم وبارك على الإمام الأعظم والرسول الأكرم والنبي الذي بشفاعته ننجو يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك وجلال عظمتك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. اللهم واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصالحين. اللهم بلغه منا السلام. اللهم قر عين النبي بشفاعته فينا يوم الزحام. اللهم ثبتنا في السير على سنته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه ونحن معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين.